البسبوسة على الطريقة التركية المشهورة المعروفة باسم شامبالي ترافي ب4 مكونات فقط، بدون سمنة، بدون حليب، بدون زبادي، مختلفة تماما في الطعم والقوام عن البسبوسة اللي دايما نعملها. قوامها بيكون متماسك شوية ومرملة، حبيبات السميد بتكون منتفخة فيها، حتى النكهة بتاعتها بتكون غريبة شوية عن اللي دايما بنعملها اللي بتكون فيها عادة جوز الهند والسمنة والمنكهات اللي بتخليها ليها ريحة. في كتير في الدول العربية بيعملوها، بس قولولي في الكومنت بتسموها ايه في بلدكم. بالنسبة لكمية المقادير اللي انا مستخدماها، انا مستخدمة كمية كبيرة، هقول لكم نص المقدار. هنحتاج 3 اكواب من السميد البسبوسة او دي السيمولينا يعني 500 جرام، وهنزود عليهم كوباية وربع من السكر يعني 250 جرام، معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا او الكربوناتو زي ما بتسموها، وهنقلب المكونات الجافة دي مع بعض. بعد كده هننزل بكوباية وربع من المية، انا ضفت كوبايتين ونص لان الكميه كبيره زي ما قلت لكم، او ممكن نضيف بدل الميه حليب، ممكن نعملها بالطريقه دي او بالطريقه دي. قلبت المكونات مع بعض لحد بس ما اختلطوا، ما عجنتهاش كتير. جبت صينيه مقاس 30 في 40، حطيت فيها معلقتين من السمنه ومعلقه كده صغيره او حاجه بسيطه من دبس السكر او عسل الاسود. لو هتعملوا نص الكميه يبقى تحطوها في مقاس 28 او 30، وممكن تدهنوها بالزيت بدل السمنه لو حابين. هنحط بقى الخليط في الصينيه وهنفردها بشكل كويس جدا. في المرحلة دي هنسيب الخليط يرتاح 12 ساعة بره التلاجة، او ممكن تحطوها في التلاجة، بس يفضل تسيبوها في حرارة المطبخ كده. بما ان الجو برد هغطيها لتاني يوم. بالنسبة لشربات البسبوسة او الشيرة، هنحتاج كوبايتين ونص من السكر، كوبايتين ونص من المية قد السكر، والسكر لو ملاحظين لونه غامق فعشان كده غمق لون المية. هناخد الخليط ده ونرفعه على نار تكون عالية في البداية. اول ما يبدأ في الغليان هنحط شريحتين من الليمون، بعد كده نهدي لمدة 10 دقايق بس كده وهنطفي عليه. بعد ما سبتها 12 ساعة بتلاقوها انتفخت شوية واتمسكت عن الاول. هنبدأ نقسمها زي ما انتم شايفين كده. في النوع ده بالذات لازم نقسمها قبل ما تدخل الفرن، عشان لما تطلع وتيجي تحطوا عليها الشربات تتشربوا، لان مسامها مش بتتشرب الشربات في ثانية. علشان تاخد اللون الذهبي المحمر الجميل من فوق، هنحتاج معلقتين من الشربات اللي احنا لسه عاملينه، ومعلقه كده من العسل الاسود او دبس السكر زي ما قلت لكم، وهندهن كده دهنه بسيطه من فوق، ونزينها بقى بالفول السوداني او اللوز، هم عاده بيحطوا عليها الفول السوداني. نصيحة مني، قبل ما تدخلوها الفرن لازم يكون سخن قبلها على الأقل ب10 دقايق على أعلى حرارة. بعد كده بنهدي للحرارة الوسط أول ما ندخلها الفرن اللي هي 180. هتاخد 35 دقيقة. أول ما تاخد اللون الحلو من تحت بتشغلوا الشواية من فوق علشان تاخد لون ذهبي جميل. أول ما تخرج من الفرن وهي سخنة مولعة لازم نحط عليها شربات سخن هو كمان، الاتنين سخنين. والنوع ده بالذات يا جماعة لازم تحطوا كمية الشربات كلها، لانها بجد لازم تحتاج شربات كتير او هي بتتشرب. يعني في الاول كده هتلاقوا الشربات وقف معاكم، فلازم الفتحات اللي احنا عملناها دي نوسع منها علشان تنزل للباقي. هي مش بتتشرب بكل سهولة زي انواع البسبوسة اللي احنا بنعملها قبل كده. بالنسبة لي في النوع ده بالرغم ان مكوناته مش كتير زي البسبوسة اللي احنا بنعملها، ولكن بياخد وقت راحة كتير جدا عن النوع اللي احنا بنعمله دايما. هسيبها ترتاح ساعتين على ما تتشرب بقى وتبرد تماما، مش اقل من ساعتين. المنظر مغري يا جماعة بجد. البسبوسة بجد مميزة في كل حاجة، في الطعم والنكهة والريحة والقوام كمان، يعني بجد جميلة. اهم حاجة تكون شاربة الشربات كويس جدا. وهتلاحظوا كمان ان القوام بتاعها متماسك شوية، يعني لما بتيجوا تاكلوها بالشوكة كده مش بتكون طرية جدا، بتدوب زي البسبوسة اللي بنعملها. جربوا المقدار الصغير اللي قلتلكم عليه، متأكدة هتنجح معاكم من اول مرة وهتحبوها. جربوها متأكدة هتعجبكم. الناس اللي كلتها اكيد عارفة طعمها عامل ازاي، رملة وشربة الشربات، والصراحة ملهاش اي نكهة. يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي انا مستغرباها فيها شوية، ولكن البسبوسة بتاعتنا تفوز طبعا 10/10. الطريقة المشهورة عندهم ان لما بييجوا ياكلوها بيفتحوها من النص ويحطوا فيها قشطة. قولولي رأيكم في الكومنت، ما تنسوش تشاركوها مع اصحابكم. اشوفكم على خير، باي باي.